جماعة لو فاكرين لما عملنا البالون دور، النهارده هكمل واعمل جائزة الحذاء الذهبي واديها لأحسن لاعب في الكومنتات. وفي الأول اتفرجت على صور كتير وهعمل النسخة دي، وممكن أعمل ميسي الفيديو اللي جاي. وعلشان أعمل الجزء اللي فوق اشتريت ستارز مقاس 42 زي الجايزة، ورحت المرسم وهستخدم الرجل الشمال زيهم برضو. دهنتها وش أبيض خفيف كده وسبتها تنشف خالص، وجبت ماوس قطعت السلك بتاعه وحطيته في الستارز عشان يبقى كأن في واحد لابسه ويفضل مفرود. بعدها اشتريت جبس شميت منه شوية وزودت عليه مية وقعدت اصبه جوه الكوتش عشان يبقى تقيل زي الحقيقي، وعشان برضو ده مش معمول لللبس. وفي الصور لقيت ان مفيش فيونكة فقطعتها انا كمان، وسخنت الرباط عشان يبقى ناشف والدهان يمسك عليه، وصنفرته صنفره ناعمه كده على خفيف وسبته يرتاح شويه. وكان في بزوز صغير كده اللي هيثبت عليه الحذاء، فجبت علبه وكسرت منها القطعه دي وقطعتها بزاويه 75 وصنفرتها كويس ولزقتها الاول في مكانها بسمير، وبعدها صبيت ايبوكسي لحد الاخر علشان ده اللي هيشيل الوزن كله. وعلشان اعمل القاعده نفسها جبت طبق فلين قطعته مظبوط من الجناب وكسرته كويس علشان اعمل القالب اللي هصب فيه، وجبت تلوينه اسود حطيتها على ميه ودقتها علشان اتاكد انها اسود، وحطيت عليها الجبس علشان الونه، وحطيت شويه زيت وملح وفلفل وشعر بنات علشان اصب الجبس. وبالباقي عملنا كام كيكه علشان القعده تحلو، وطلع طعمها جامد وجوسي قوي بجد. والقالب برضو بقى جامد بس عايز يتصنفر، والحذاء برضو نشف خالص فجبت لون اصفر وصفرته بزياده علشان ادهن الستارز، والمفروض ان الطريقه دي بتخلي الفينش زي ده. وبعد ما نشف جبت اجمد انواع الجولد ورش ورنيش علشان يلمع، وهرش الجزء اللي فوق الاول. وبجد النتيجه المره دي طالعه على 100 من الاول وهيطلع مظبوط جدا. جبت الستارز رشيته ذهبي من كل حته وسبته ينشف خالص، وبعدها جبت صنفره ناعمه علشان الفينش ما كانش احسن حاجه فصنفرته كله تاني، وهرش وش كمان وكده هيبقى اجمد بكتير. وبعد ما رشيته كان يجي منه بس قلت اتفزلك واحط ورنيش شفاف علشان يلمع اكتر، وسبته ينشف وهنشوف هيبقى عامل ازاي. والقاعده اللي كنت عاملها كانت صغيره جدا ومش هتنفع، فعملت قالب من علبه الوان ودهنته زيت وصبيت فيه جبس تاني، والمفروض ان المقاس ده هيبقى مظبوط ونسخه من الاصليه. وبعد ما القالب نشف فكيته وشلت كل الزياده الاول بسكينه معجون وسخنته كويس، وجبت كل انواع الصنفره وعملته من كل حته وحاولت اخلي الزوايا كلها مظبوطه ويبقى ناعم، ورشيت اسود من تحت بس علشان اعزله، بس طلع جامد قوي بجد. وعلشان اعمل شكل الرخامه اللي مستخدمينها في الجايزه قعدت اخبط بفرشتين فيهم اكليريك ابيض علشان اعمل نقط صغيره كتير. وبعد ما نشفت لونت شويه نقط بالاسود وجبت لون فحلقي علشان الغوصها واوصل لنفس شكل القطعه الاصليه بالظبط. وجبت حته دهب خدت منها حته صغيره اللي بتكون في الزاويه وفيها اسم اللاعب. والستارز بعد ما نشف النتيجه طلعت زي الزفت فرشيته جولد تاني علشان يظبط، بس طلع جامد المره دي. سبته شهرين ينشف خالص، وبعد ما نشف ثبته الاول بسمير على القاعده علشان يبقى ثابت، واخر حاجه شربتها شويه ميه واستنيت لما الميه نشفت وطلعت عالميه بجد. دي كده النتيجه. قولوا لي اعمل جايزه ايه الفيديو الجاي، وعايز اعرف رايكم بجد، وفول لايك لو عجبك الفيديو.